السلام عليكم، اهلا بكم من جديد. دلوقتي كان في موضوع بخصوص استيراد العربيات للاستعمال الشخصي. كان زمان لما نيجي استورد عربية للاستعمال الشخصي ليا، بقدر استورد العربية عادي خالص عن طريق شركة استيراد عربيات، او ان انا نفسي بستورد العربية وبقدم ورقي عادي خالص وبستورد عربية من بره. يا اما باجي بيها من بره، يا اما بقدر استورد العربية بتاعتي واقدم الورق بتاعي، والشركة اللي أنا بدفع لها الفلوس هي اللي بتقوم بإجراءات الاستيراد، وبتستورد العربية وبتوصلها لحد باب الشركة أو باب الاستعمال الشخصي على حسب التعاقد اللي هو بيعمله شركة الاستيراد مع الشخص اللي هو بيستورد له. وفي مقابل ده الشركة بتاخد عمولة على قيمة الاستيراد الشخصي اللي هو بيستورده، أو الشخص نفسه بيتعامل مع مخلص جمركي وبيستورد العربية الاستعمال الشخصي. دلوقتي نزل قرار جديد هتشوفوه حضراتكم على الشاشة دلوقتي، اللي هو نزل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قرار رقم 319 لسنة 2024 بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي. قال الوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعد الاطلاع على القوانين اللي هي 118 لسنة 95 في الاستيراد والتصدير، وقرار رئيس الجمهورية اللي هو رقم 258 لسنة 2024، وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون 118 لسنة 75، وعلى موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، المادة الأولى قرروا يشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي ما يلي: رقم 1، قصر الاستيراد على سيارة واحدة للمستورد كل 5 سنوات. يعني حضرتك عشان تستورد عربية للاستعمال الشخصي ليك ان انت تستورد عربية واحدة بس كل 5 سنين. ما ينفعش ان انت تستورد كل سنة عربية جديدة، لا، انت ليك عربية واحدة بس كل 5 سنين. رقم 2، يقدم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له. يعني ايه؟ يعني مثلا انت هتستورد عربية مثلا BMW، العربية دي مثلا هنفترض ب6 مليون جنيه. لازم يكون كشف حساب البنك بتاعك فيه دخول وخروج المبالغ والتعاملات، وسواء مرتبك او انت كصاحب شركة او اي حاجة يكون فيه الارقام ديت او اكتر منها، عشان لما تيجي تقول للبنك ان انا هستورد العربية دي تبقى فعلا عندك ما يوازي المبالغ المالية اللي داخلة وخارجة من كشف الحساب، تبقى اكتر من الارقام ديت يعني، وهي دي تعتبر الملاءة المالية للجزئية بتاعتك. رقم 3، قيام المستورد بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، وده بيكون عن طريق نموذج 4، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج اللي تم سداد قيمتها من الخارج. يعني لازم المستورد ان هو يحط الفلوس في البنك، سواء البنك اللي هو بيتعامل معاه او بنك تاني، عشان يقدر يوفر له المبالغ اللي هو هيتبعها، عشان هيبقى الفلوس اللي هو هيبعتها للمورد بره اللي هيستورد على اساسها العربية للاستعمال الشخصي بتاعه. يعني احنا كده بنتكلم في 3 شروط مهمين جدا: هيستورد عربية واحدة كل 5 سنين. رقم 2، كشف الحساب بتاعه البنكي يكون فيه الملاءة المالية اللي يقدر يستورد بيها العربية من بره، يعني قيمة العربية اللي هو بيستوردها من بره. رقم 3، ان المستورد هيقوم بسداد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا. يعني مثلا ان تكون السيارة موجودة داخل قيمة السيارة موجودة داخل البنك ومع الفلوس بتاعتها، فبيقول للبنك لو سمحتوا دبروا لي العمرة عشان ابعتها للمورد بره عشان اقدر استورد العربية بتاعتي. طبعا هنا كده لغينا موضوع الشركات خالص، لان لازم العميل بنفسه او صاحب العربية بنفسه هو اللي يقوم بالاجراءات ديت مع البنك عشان يقدر يستورد العربية اللي هو عايزها للاستعمال الشخصي. المادة الثانية من القرار ان لا تسري احكام المادة الاولى من القرار على حالات: رقم 1، ما تم شحن او وصوله الى الموارد المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار. يعني قبل تاريخ العمل بالقرار ده اللي هو 22/12/2024، لو انت حضرتك قدمت الورق وجيت في الاجراءات ان انت بدأت تستورد العربية للاستعمال الشخصي وخلاص العربية جاية في طريق عن طريق الشحن البري، يعني عن طريق الشحن مثلا اللي هو البحري وجاية في الحاوية بتاعتها، فخلاص انت كده خلاص خرجت بره الجزئية دي. رقم 2، ما تم فتح اعتماداته المستندية او تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. يعني لو حضرتك في اعتماد مستندي انت عملته واشتغلت عليه
وخلاص تم دفع الفلوس وبدأت الإجراءات الاستيراد من الخارج للعربية بتاعتك، خلاص ما ينفعش ان انت ترجع للقواعد دي، لان انت خلاص عملت الاعتماد المستندي بتاعك اللي على اساسه هتستورد العربية بتاعته. رقم 3، السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية مع الالتزام بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وكذا الخبراء العاملين في مصر وفقا للاتفاقيات الدولية والضوابط المنظمة لذلك. أهم حاجة الثلاث حاجات دول هم اللي خارجين بره الجزئية الأولى اللي احنا قلناها في المادة الأولى. يبقى احنا كده عن طريق الشخص نفسه هو اللي يستورد من بره، واخره 5 سنوات عشان يقدر يستورد من بره، وما بقاش عن طريق شركات، لازم هو نفسه يقوم بالإجراء.